هي بترقص في فرح صاحبتها، كشفت عن معلومات جديدة عن حياتها الشخصية، ونفت صحة أغلب اللي بيتداولوه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عنها بعد انتشار الفيديو الخاص بيها. وقالت في مداخلة في برنامج 90 دقيقة على قناة الحياة واللي بتقدمه الإعلامية بسمة وهبة إنها آنسة وما سبقش ليها الجواز، وبتدرس في الفرقة الأخيرة بكلية الآداب قسم الآثار في جامعة المنصورة. وأضافت: أنا مش مسامحة أي حد بيتكلم في حقي كلام مش كويس، ومش مسامحة اللي منزل الفيديو واللي استعملوا استعمالات غلط واتكلموا في حقي بالباطل وطلعوا عليا إشاعات. وكملت كلامها: أنا بقيت مكسوفة أمشي في الشارع من كتر الكلام والكومنتات السخيفة اللي بتيجي من ناس ربنا اللي أعلم بيهم هما بيعملوا إيه في حياتهم الشخصية. وعن واقعة الفيديو قالت: أنا ما عملتش حاجة غلط، الدنيا كلها بتفرح وبترقص، و90% من الواقفين كانوا ستات، والفرح كان عائلي، والناس قالوا عليا دي رايحة تجيب عريس. وقالت: مش عارفين مين اللي صور الفيديو، والأستاذ أمير متولي المحامي بتاعي قدم بلاغ لمكتب النائب العام. وأضافت: اتعرضت لإساءات في الجامعة، وده كان بيخليني مش عايزة أكمل الامتحانات بسبب التنمر. والدتي اتصدمت بالكلام اللي كان بيتقال عليا، ولكن هي واقفة في ظهري. والإعلامية بسمة وهبة اتكلمت عن الموضوع ده وقالت: احنا ممكن ننحر بني آدمين من غير سلاح، والسوشيال ميديا أصبحت لا تطاق وبقت شر في كل الأرض وكلها شياطين. وأضافت: أنا متابعة من فترة اللي حصل وواقعة صاحبة الفستان الأزرق، والناس اللي عملوا عليها قضاة وحكماء، والناس اتقسمت لجزء معاها وجزء ضدها. أما المحامي أمير متولي محامي ياسمين قال إن ياسمين اتغفلت، لكن مصر فيها قانون رادع بيدافع عن الحق أيا كان صوته أو شكله طالما إنه حق. وأضاف: أنا كنت مع ياسمين وهي بنفسها قدمت بلاغ للنائب العام، وقدمنا عريضة الاتهام ورفقنا مستندات وأشرنا إلى وجود فلاشة. أما ياسمين فقالت: أنا بقيت مكسوفة أنزل أمشي في الشارع من كتر الكلام والتعليقات السخيفة، وبقيت مكتئبة.